أمل بوسعادة استقبل فريق سريع غليزان من أجل الحفاظ على أمله في البقاء ضمن حظيرة الرابطة المحترفة الثانية والسريع من أجل تدعيم مركزه في الوصافة، وفي مباراة شهدت عودة أنصار الأمل إلى المدرجات والتنقل المعتبر لأنصار السريع إلى مدينة بوسعادة. وانطلقت بهذه الهجمة من جانب سريع غليزان، وهنا الهداف مرزوقي داخل منطقة العمليات يعرقل، ولكن الحكم إبراهيمي يمنح له البطاقة الصفراء الأولى في المباراة. بعد ذلك تحكم أصحاب الأرض في زمامها بمحاولات متكررة عن طريق مزواني بتسديدة توزيعة مرت بسلام على إطار مرمى فريق سريع غليزان، ثم بالغربي كان وراء أخطر فرصة من جانب أصحاب الأرض لما استقبل هذه الكرة العالية برأسية تابعها بامتياز مداح. المحاولة الثالثة والأخيرة في هذه المرحلة الأولى كان وراءها دائما بالغرب، ولكنها فوق إطار المرمى. الأمور اختلطت بعد ذلك بين اللاعبين، وهو ما يفسر الضغط الرهيب الذي عانى منه لاعبو الفريقين، وما اضطر الحكم في كل مرة أن يتدخل من أجل فض هذه النزاعات، بل ومنح البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الحمراء لهداف الرابطة المحترفة الثانية مرزوقي ب 12 هدفا. القرار استقبله بكل روح رياضية المدرب بن يلس على هذه الصور المؤسفة. انتهت المرحلة الأولى بالتعادل السلبي 0-0. في المرحلة الثانية واصل أصحاب الأرض رحلة البحث عن هدف التقدم، وهنا بيطان بهذا العمل الفردي والتسديدة القوية مرت فوق إطار مرمى الحارس مداح لتأتي الدقيقة 67 من بداية المباراة. وهذه التوزيعة يتمكن بالغرب من الصعود فوق الجميع ويمنح التقدم لفريقه أمام فرحة كبيرة لأنصار الأمل الذين عانوا من ضغط المباراة، بما أنهم واجهوا فريقا عنيدا هو الآخر تهمه نقاط المباراة. بعد ذلك استبسل الحارس مداح في إبعاد كرات فريق أمل بوسعادة الذي لم يكتفي بالدفاع بل أراد إضافة أهداف أخرى، لكنه وجد حارسا بارعا متألقا اسمه مداح. الحكم إبراهيمي أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه عبد اللي وطرده في الدقيقة 86 من جانب أمل بوسعادة الذي حقق فوزا مهما في مشوار البقاء.